هو المفصل ده التقاء العظام ببعضها. احنا عندنا تقريبا 360 مفصل في جسم البني ادم. دكتور، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. يا رب دايما. كنا عاوزين نعرف الناس عن تعريف المفصل بشكل واضح ومبسط للناس. هو المفصل ده التقاء العظام ببعضها. اي عظمه بتلتقي بعظمه تانية بتكون مفصل. تمام. وده مهم جدا طبعا في الحركه والمرونه بتاعتنا والمشي واي حركه بنعملها المفصل ده ليه دور اساسي في حياتنا. طيب، عاوزين نعرف برضو عدد المفاصل الموجودة في الجسم ايه؟ احنا عندنا تقريبا 360 مفصل في جسم البني ادم. وعاوزين نعرف برضو الناس وظيفة كل مفصل بيعمل ايه؟ طيب احنا دلوقتي علشان نوضح للناس الفكرة دي لازم نعرف الناس طبيعة المفصل. يعني المفاصل دي انواع، في بتتقسم على حسب الاستراكشر او البناء بتاعها. زي في مفاصل ليفية عبارة عن الياف فايبرس تيشو، زي المفاصل الموجودة في الجمجمة مثلا. وفي مفاصل غضروفية كارتلاجينس، يعني زي غضاريف العمود الفقري. تمام. وفي مفاصل زلالية فيها سائل زلالي وغشاء صينوفي وكلام من ده، زي مفصل الركبة ومفصل الكتف، دي مفاصل زلالية. اوكي. وممكن بقى يتقسم المفصل على حسب مدى الحركي بتاعه. في مفاصل ثابتة، تمام. وفي زي برضو مفاصل الجمجمة دي مفاصل ثابتة. اكيد. وفي مفاصل يعني متحركة تحريك محدود أو شبه متحركة زي مفاصل العمود الفقري. اوكي. وفي مفاصل المدى الحركي بتاعها واسع زي مفصل الركبة، مفصل الكتف، برضو مفصل الفخذ، ده ليها مدى حركي.